السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في قناتكم قديم وجديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة معانا قشر اليوستفندي او اليوسفي. طبعا الموسم ده بتاعه بنجيبه ما بنرموهوش، لانه له فوائد كتير قوي. بنستخدمه كذا استخدام، سواء للبشرة، سواء في الاكل، سواء في المخلل، ممكن تحطيه مع المخلل. النهاردة هنعمل به حاجة حلوة وهي الكيك. بجيب كده كام قشرة معايا، بغسلهم كويس قوي وبعصرهم بكوباية مية في الخلاط وبصفيهم زي ما انتوا شايفين معايا كده. والتفل ده ما برميهوش، بحطه في الفريزر، بستخدمه يا اما لبشرتي، بعمل به خلطات جميلة جدا للبشرة. بجيب كوباية سكر معايا، وكمان نص كوباية لبن، وعليها نص كوباية عصير لو انتي عايزة تحطي لبن. لو مش عايزة تحطي لبن ممكن تكملي العصير اللي احنا عاملينه ده بنص كوباية مية. خلي بالك احنا عاملينه تقيل، يعني لازم تزوديه يا اما بمية يا اما بلبن. بعد كده بتجيبي 3 بيضات، بتحطي بيضة معاكي. يستحسن ان انت تعمليها بيضة عشان تتأكدي من صلاحيتها. وبعد كده مش لازم هنا كمان نحط فانيليا ولا حاجة، لان هنا اليوسفي بتاعه ريحته جميلة جدا. بنحط معلقة صغيرة خل. عندي المادة الدهنية بتاعتي يا اما تحط نص كوباية زيت، يا اما نص كوباية زبدة، يا اما نص كوباية سمنة بلدي زي ما انت حابة. انا حطيت هنا خليط من الزيت والزبدة، ضربتهم كويس قوي قوي في الخلاط لحد ما اتغير لونهم زي ما انت شايفة معايا. حطيت كوبايتين دقيق وعليهم باكو بيكنج باودر بحاله، وكمان معلقة كده صغيرة. بقلب بقى المواد الجافة مع السائلة كده، تقليب كويس قوي في اتجاه واحد. وزي ما بأكد عليكم كل مرة، لازم تكون المكونات بتاعتي كلها بدرجة حرارة الغرفة، وكمان أعاير بنفس الكوباية كل المكونات بتاعتي. بكون طبعا مسخنة الفرن على درجة حرارة 180 درجة متوسطة. من أول ما ببدأ أعمل في الكيك أو أشتغل فيه، بوريكم ان فاضل عندي شويه عصير، لو احتجت لهم ممكن احطهم. الخيط هنا بتاع الكيك بيبقى متقطع، يبقى هنا عايزه شويه ميه او شويه عصير. انا حطيت شويه ميه لان كنت مكتره العصير عليها، والطعم بتاع اليوسفي كان باين قوي فيها، فزودت شويه ميه. لازم يكون العجينه بتاعتي عامله زي خيط كده، مش متقطع. بفرغها بقى في الصينيه بتاعتي، واكون دهناها زبده او سمنه او زيت، مش لازم اكون رشها بالدقيق. وبعد كده بديلها خبطتين كده وبدخلها في الفرن اللي احنا قايدينه من قبل ما نبدا. وبتقعد معايا حوالي نص ساعه او نص ساعه و5 دقايق. بتطلع بقى مستويه. بختبرها طبعا بسكينه او بعود شيش طاووق او اي حاجه عندي، او بخله. بتطلع مستويه زي ما انتم شايفين، وجميله في منتهى الجمال. الريحه ما اقولكوش، الطعم برضو ما اوصفلكوش. انتوا جربوها وقولولي. لو انت عايزاها اتخن من كده وعاليه عن كده، بتحطيها في صينيه اصغر من اللي انا كنت حاطه فيها. المقادير اللي احنا حاطينها دي بتاخد تقريبا القالب اللي هو 28 سنتي، ممكن تحطيه في 25. وكل ما صغرت القالب كل ما خدت وقت اطول معاكي في الفرن. ما تقلقيش لما تستوي، ما تطلعهاش على طول من الفرن، سيبها تهدى شويه علشان ما تهبطش معاكي. الكيكه باليوسفي طعمها جميل جدا، يمكن كمان اجمل من البرتقال. هتجربوها وتدعولي دعوه حلوه من قلبكم ليا ولاولادي بصلاح الحال. وما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.